ده؟ احنا مش هنتعشى ولا ايه؟ انت جايبلنا لبن واحنا قطط؟ وانت عاوز بقى تتعشى ايه؟ حاجه خفيفه كده. جبنه؟ الجبنه خلصت يا فارس. امسك ادي 320 اهم، هات كيلو جبنه. وانا هسخن لك العيش يا فارس لحد ما تنزل تجيب الجبنه. كفايه يا ماما. صلوا بينا على الرسول وتعالى نخش قسم التوفير على طول. ال5 كيلو لبن اللي ماما جابتهم وال320 جنيه كده معايا. حطينا 320 على جنب، واللبن حطينا في الاواني الفخاريه دي. بس قبل ما احط فيها اللبن لازم امشيها على النار كده عشان اقتل الميكروبات. اما تعملوها بالطريقه دي اما تحطها في الفرن 5 دقايق. نحط بقى اللبن ده في الطواجن دي ونغطيها لمده ليله كامله. لازم نحطها في مكان دافي. بعد ما عدى عليها 24 ساعة شوف بقى ايه اللي حصل. يا سلام على الطعامة والخيل اللي هيملى البيت ب5 كيلو لبن دول. تعالوا اوريكم اللبن ده بيطلع قشطة قد ايه. في اخر الفيديو اقول لكم القشطة طلع كام جرام. اللبن ده يا جماعة انا جايبه من عند البان فرحات، اكبر موزع معتمد للالبان في شبرا خيمة. يعني كل حاجة مضمونة 100%. اديكم شايفين بنفسكم. جبت بقى كوبايه الا ربع ملح وقسمتهم على الاتنين طاجن دول، ونقلب بقى اللوبة عشان الملح يروح في كل حته. عايزه اوجه رساله لكل الاطفال اللي في سني، اعملوا حاجه تبوظ وحاجه تنجح، وبعد كده كل حاجه تبقى ناجحه معاكم، ما تخافوش. خدت بقى الجبنه بتاعتنا وحطيتها في شاشه نضيفه. جبت بقى فلفل احمر فلفل اخضر وهرستهم على بعض وصفيتهم الميه كويس جدا. خدتهم بقى ونقلب قلوبه على الجبنه بتاعتنا. على الاقل انتوا اللي عملتوها بنفسكم وهتدي حبايبكم منها. وبعد ما عدت ليله كامله هنشيل بقى الوزن اللي انا كنت حاطه. تعالوا بقى اوريكم شكلها بعد الليله التانيه للجبنه. شايفين الحلاوه؟ شايفين الطعامه؟ شايفين الجمال؟ والله العظيم انا استاهل لايك. نقطع بقى الجبنه بتاعتنا تقطيع مقاطيع. هنقطعها بقى ترابيع مرابيع. نحط بقى كل مربوع في كيس يكون نص زي ما انتم شايفين كده بالظبط، ونلف كل واحده زيها. يا سلام عليك يا واد يا ابو الفوارس. طلعت بقى من 5 كيلو لبن كيلو ونص جبنه وغطيتها بالشرش اللي نزل منها. تعالوا اوريكم قد ايه قشطه طلعت من 5 كيلو لبن. والعلبه هنا وزنها 100 جرام.